مساء الخير. منتخب الفراعنة بيتفادى لدغة الأفاعي السامة منتخب موزمبيق ويخرج بالتعادل في افتتاح مباريات أفريقيا. بتلعب أسهل فريق في المجموعة في البداية، بتتقدم في الدقيقة الأولى بهدف للمجتهد وأحسن لعيب في منتخب مصر النهاردة مصطفى محمد، هدف ولا أجمل ولا أروع. بتقول بس خلاص البدايات حلوة، يلا بينا نكمل، يلا هتبقى حفلة أهداف وافتتاح في طريقك للنجمة التامنة زي ما كل الناس متعشمة. لكن في الحقيقة منتخب مصر النهاردة عشوائي بطريقة صعبة قوي. يعني كل حاجة غلط. مباراة يتحملها من أول دقيقة لحد آخر دقيقة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر. سيناريو المباراة ما حدش كان متوقعه، ان انت بتجيب جون في الدقيقة الأولى وجون حلو وركبت على الفرقة، بس فجأة تحس المنتخب كل حاجة غلط، تشكيل غلط، تكتيك لا هو مفيش تكتيك أصلا، تكتيك زيرو، تحركات مفيش. بتلعب على موزمبيق يا راجل، بتلعب على موزمبيق المرتدة، بتلعب على منتخب موزمبيق المتواضع اللي ما جابش جول في تاريخه مع مصر، المرتدة. غريبة جدا، وانت جايب جول في الدقيقة الأولى من الشوط الأول وراكب المباراة من أول ثانية. بتتقلب عليك إن يجي فيك جولين في دقيقتين، جولين كوميديا. لعيبة منتخب مصر لا بتضغط ولا بتتحرك ولا الباكين بيطلعوا. معرفش ايه فايدة محمد هاني وايه محمد حمدي في التشكيل. ما انت تعمل ايه قدام غانا؟ يعني انت قدام غانا بقى هتعمل ايه؟ مركز غريب لزيزو، مركز غريب لمحمد صلاح، تحركات عشوائيه، مفيش حتى جناحين بيسويتشوا مع بعض، مفيش لعيب في وسط الملعب بيكمل، مفيش حاجه خالص. تغييرات اسوأ وتوقيتاتها اسوأ. انت من نص الشوط الاول انت محتاج تغير وسط الملعب بالكامل. لا النني موجود ولا زيزو ظاهر ولا حمدي فتحي ولا اي حاجه ولا محمد صلاح، اللهم تريزيجيه ومصطفى محمد، والباقي شكرا. وكأنك بتلعب مباراة ودية مع تنزانيا ولا مع جزر الهوهو ولا اي حاجة، مش مباراة في افتتاح المجموعة. جايب جول في الدقيقة الأولى، أدوس بقى واخلص. لا ازاي؟ ده انت دخلتهم الماتش من نص الشوط الأولاني. ما فيش بقى لا هنا لا فرق بين لعيب محلي بيلعب عندنا في الدوري، وهتكلم في الحته دي كمان شويه، ولا عندك فرق في لعيب بيلعب بره. اللهم مصطفى محمد اللي عافر وحاول وجاب جون عالمي، وتريزيجيه. طيب الشوط الاول خلص وانت متقدم 1-0، انت واقف على الخط بره، الرطوبه عاليه، ماسك الفوطه وازازه الميه، تمام، كان الله في العون. بس ما جاش في دماغك او حد من المساعدين اللي معاك يقول لك احنا محتاجين في وسط الملعب حد بيجري؟ لان كان واضح ان منتخب موزمبيق المتواضع جدا اسرع منك في الالتحامات، اسرع منك في السبرنتات، اقوى في الكور العاليه. مفيش. منتخب مصر ولعبته اعتقدوا ان المباراه سهله، اللي هو انا لازم اكسب 3-4 وخلاص بقى، هتعب دماغي ليه؟ وفي رطوبه وفي درجه حراره ولسه عندنا غانا وفرهده يا عم الحاج، فخلص موزمبيق دي على الواقف. لكن منتخب موزمبيق المحترم المجتهد عمل عليك مباراه تاريخيه. موزمبيق مش هتنام النهارده. ليه بقى؟ انت اول مباراه ليك مع موزمبيق كانت 86، ما جابوش فيك جول غير النهارده. انت متخيل من 86 بقى لعبتهم كام مره تصفيات وكام مره افريقيا وكام مره معرفش ايه، وودي ما جابش فيك جول غير النهارده. فانت رايح عقدته اصلا، فانت رايح لا الراجل جاب فيك جول. الجول الاولاني اللي جه فينا في الشوط الثاني الكارثه، الراجل طالع من ورا عبد المنعم ما نطش طبعا، حجازي ما راحش،
محدش من وسط الملعب نزل يكفر ويغطي، والكره في ارتفاع صعب الشناوي يطلع لها، فبيجي في الجول. طيب تمام يا عم، خلاص جبنا جول، جه فينا جول الدقيقه 55، نلعب بقى، ندرك بقى ان المنتخب ده مش جاي يهرج. ازاي الكره اللي بعديها على طول بتتضرب من عمق الملعب؟ غريبه جدا. النني وقف، ما كملش حتى سبرنت ورا الراجل اللي هو يمكن يا عم الشناوي يصدها وتلحقها انت، وقف خالص. خلاص يعني بص على الكره، حجازي عمل التاكلينج ما لحقهاش، والراجل راح هو منفرد من الشناوي مع الشناوي من قبل ال 18 20 يارده. النني وقف خلاص، اجري وراه. الشناوي ممكن يصدها، تترد، تخبط فيه، تطلعها، تغطي على الشناوي، اي حاجه، مفيش. ده بقى ليه؟ لان في من وجهه نظري مجامله في التشكيل. في مجامله في التشكيل، وفي توازنات في التشكيل. يا راجل ده ماتش احمد فتوح. تخيل بقى، ده ماتش بقى احمد فتوح ياخد عليهم عيش وحلاوه وخيار ويعمل سلطه في الناحيه الشمال على العيال دي. فانت قاعد فتوح، ادي اول غلطه. تاني غلطه محمد هاني، انت سبته الشوط الاولاني كله ما بيطلعش، وكاننا بنلاعب مثلا منتخب البرازيل بتلاعب منتخب افريقي قوي، فما كانش في حد بيكمل وسط الملعب بتاعك. زيزو هو مش عارف هو فين، زيزو تايه، يعني هو زيزو مش عارف هو فين. بعيدا ان زيزو عنده مشكله في الاحتكاك مع مستويات اعلى من المستويات اللي احنا بنلعب فيها هنا في مصر بطبيعه الحال، لان نادي الزمالك ما بيحتكش في مستويات عاليه. مش دي المعضله ومش دي الحكايه، ولكن زيزو تايه، دي مش عدلته. فجاه بقى صلاح بقى بيلعب 9.5 تحت مصطفى محمد. تريزيجيه الناحيه الثانيه ما شفناهوش راح الناحيه الثانيه ولا بدل، زي السويتشات اللي بتحصل في الاهلي وبعض الانديه منها الزمالك ومنها بيراميدز. ما لقيناش ده. لعيبه وسط الملعب ما بتكملش، ما عندكش حد واقف على الكوره وياخد ويروح ويدي، لا ابدا، خالص خالص. كور يعني بدائيه. يعني الماتش تحس انت بتتفرج على فرقه بتلعب سنه 84، ولا يا ريت 84، سنه 75 بتلعب فرقه في 2024. اللي جنبه يديها اللي جنبه، والنني يرجعها ورا المنعم، ومنعم يسند للشناوي، والشناوي يحطها ما اعرفش لهاني، وهاني يرجعها اللي مش عارف مين. الكلام ده خلص. ده احنا النهارده الصبح متفرجين على نيجيريا وغينيا بيساو. غينيا بيساو يعني نيجيريا بكل اللي عندها ده، دول ينزلوا يقزقزوا، ما تعادلوا بالعافيه. فانت يا راجل مفيش رؤيه، مفيش فنيات، مفيش اي حاجه. اسهل ماتش اخده واركب اروح ماتش غانا مطمن شويه، لان انت هتقابل في غانا بقى يعني ما شاء الله عد، هتعمل معاهم ايه؟ تاني حاجه او رابع او خامس، حجازي واضح من اول كورتين في المباراه انه مش جاهز. لا قادر يجري، ولا بينط ياخد العالي، ولا بيكمل. ما فيش الراجل، بعيدا عن الاصابه اللي جات له يعني الف سلام عليه، بس هو مش جاهز، واضح ان هو مش جاهز. ما حطوش في الملعب. طبعا التغييرات بقى، يعني انا توقعت ان بين الشوطين هتقوم منزل مثلا مروان وتطلع النني، مروان يجري شويه مع حمدي فتحي فنمسك الملعب، نبقى يعني، وممكن تحرر زيزو تحطه يمين، تجيب صلاح. يعني في حاجات كتير، مش انا اللي هقول لك التكتيك، لكن ما فيش، انت ما عملتش هجمه طالع رايح مثلا 1 2 هات وخد، واحد يفتح، واحد يعمل كروس، وواحد يشفت. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. ما مش عارف. لغز تاني عن طبعا محمد صلاح، يعني بعيدا عن الجول البيلين، طبعا محمد صلاح ما ظهرش في المباراه خالص نهائي. الكره اللي جات له في الشوط الثاني العشوائيه اللي المدافع عدلها له، الله في سماه، ده لو في ليفربول كانت زغرطت في الشبكه. ما اعرفش، كل كره ناخدها كره زيزو رايح، صلاح ظهر له. مش لازم العب لصلاح على فكره، ما تلعب كورتك. الكره دي في الزمالك بتشوف زيزو يقوم مموي عامل الفنت وداخل جوه، لكن زيزو اول ما شاف صلاح راح حاططها له حته بقى ايه 3 سم، راح المدافع واخدها، اتعملت مرتده علينا. مباراه سيئه يتحملها روي فيتوريا من الاول للاخر، واحنا غاويين نعقد الامور، والا ما يبقاش المنتخب ما نعرفش يعني. ما احنا البطوله اللي فاتت وصلنا نهائي بس اتغلبنا اول مباراه قدام نيجيريا. انت غاوي تعقد الامور ليه؟ ليه بتعقد الامور؟ ما تلعب، ما تحط شخصيتك، حط بصمتك، قول انا جاي انافس على التامنه. الحميه عند اللعيبه مش موجوده. هتقول لي بقى الرطوبه، الجري، معلش، ما هو عليك وعليه.
الكرة في الملعب مش اللعيبه، يعني مش عارف والله ما هي خصائص محمد النني عشان يلعب اساسي منتخب مصر، الراجل اللي ما بيلعبش اصلا في ارسنال. ما هي الخصائص يعني، او هي فوائد يعني؟ ده سؤال ممكن يتحط في الثانويه العامه. اذكر فوائد اشتراك محمد النني اساسي في مباراه منتخب مصر الافتتاحيه في الكان. انت عندك بره مروان عطيه عامل موسم لحد دلوقتي ما شاء الله، تمام. حتى تغييراتك، حتى اللعيبه اللي نزلت باستثناء عمر كمال عبد الواحد ما حدش بان. مرموش ما اعرفش، ما بشوفه في الدوري الالماني ما شاء الله عفريت حاوي، تمام. منتخب ما تعرفش في ايه، شرحه زي صلاح بالظبط. تبص تلاقي امام عاشور نازل مش عارف ماله، خايف. اصل اقول عليه خايف ازاي؟ انت مش اول مره تلعب راجل، ده انت لعبت البطوله اللي فاتت ولعبت باك يمين في ظروف صعبه جدا، ولعبت على مانيه، وكنت واحد من نجوم المنتخب في البطوله دي. امام نازل كل كوره عايز يجري، عايز يموه، عايز ياخد الترقيصه، عايز يعمل مش عارف ايه، باصات مش صح خالص، باصات في اماكن غلط، الكور مش متقدره، شوطه بعيد عن الجون تماما. لما فوقنا بقى في اخر هوبا 10 دقايق، يا جماعه ده احنا مغلوبين 2-0 ولا 2-1 قدام موزمبيق، ليلتنا سودا، يلا بقى ايه نلعب الكره العشوائيه المصريه وعاليه علي، ادي عند محمد حمدي مش عارف الاوفر قد كده ما بيعديش، ولو اترفع يترفع على راس المدافع بتاع موزمبيق، او يترفع في الزحمه. كورنرات 8 كورنرات، زيرو استغلال. طب ايه، بص جنبي على الدكه، ايه ده؟ في احمد حسن كوكا، زيزو مش باين خالص، زيزو مش باين نهائي. مش بتكلم ان زيزو لعيب وحش، زيزو احسن لعيب كوره في مصر، ولكن في الماتش انت مش موظفه في مكانه، والراجل مش عارف يتاقلم مع الفرقه، وش اسحبه وانزل لعيب يشتغل. لكن انت بتلعب ب3 لعيبه، مصطفى محمد، تريزيجيه لحد ما طلع، حمدي فتحي، والباقي مع السلامه. الشناوي الكره اللي جات له صعبه شالها، اللي محمد حمدي كان هيحطها فينا، غير كده الجونين ما يتسالش عنهم. ما اعرفش اللي جاي ايه، لان اللي جاي غانا، اللي جاي حضرتك غانا، فانت مطالب ما تتغلبش من غانا، لان كاب فيردي اللي هتلاعب غانا كمان شويه، الله اعلم هيحصل ايه. متوقع طبعا ان غانا تكسب. كاب فيردي هتلاعب موزمبيق عندها نقطه، نقعد بقى نحسبها. فلو موزمبيق كسبت بقت 4، ولو انت اتغلبت من غانا بقيت 1، فانت هتروح تلعب كاب فيردي عشان تكسب بفرق الاجوان، على امل ان غانا تكسب موزمبيق فرق مش عارف جول، وانت تجيب جول ونقعد بقى في الليله اللي احنا عارفينها دي. ليه؟ ما اعرفش ليه. والله سهله، البطوله سهله، احنا اللي غاويين نعقدها على نفسنا. تحذير لمستر روي فيتوريا، يمكن ما اعرفش، يمكن يتفهم الوضع ويعرف ان ده مش ماتش ودي بجرب فيه، ويشوف الدنيا فيها ايه، ونبطل مجامله في التشكيل، ويبقى عندنا صوره. انا ما اعرفش المنتخب لعب كره هجوميه ولا لعب كره دفاعيه ولا لعب كره عشوائيه، ولا واقف في وسط الملعب يتفرج زيه زينا. الراجل ده اللعيبه الرطوبه عاليه، ما ده اللي انا بتكلم عليه، الرطوبه عاليه. واضح ان في لعيبه مش جاهزه، اسحب عادي خالص. على فكره المباراه دي مصطفى فتحي، مصطفى فتحي على فكره، والله مصطفى فتحي. طالما انت خلاص ضحيت ان صلاح مش هيلعب طرف يمين، خلاص بقى زق صلاح جوه عشان صلاح ما بيطلعش من الملعب، تمام. وسيب بقى مصطفى، ولا اسحب مصطفى وحط مصطفى فتحي لعيب يعني الناحيه اليمين. محمد هاني ما كانش عنده اي مسانده، فما كانش بيطلع، الراجل عارف انه لو طلع اتضرب. لو محمد هاني راح لقدام اتضرب، لان صلاح مش هيرجع يكفر معاه، فما بيطلعش. فانا ممكن بقى خلاص اثبت هاني، نزلت عمر كمال، احط مصطفى فتحي، تبقى جابها نار. انما انت مايل بالفرقه الناحيه الثانيه، وكله برضو نفس المرض اللي مسكنا، باصي لصلاح. صلاح فين؟ العب لصلاح، وصلاح مش معانا. يعني الكره اللي جات له دي والله العظيم لو هو مغمض في ليفربول يحطها جول، بس ربما تكون المشكله في الشوز. ما غيرناش اللي كان الشوط الثاني، عارف، لو الشوط الاول كنا غيرنا الشوز بين الشوطين كده، حتى البلن محطوط وحش. هتقول لي والله العظيم البلن محطوط وحش، رايحه وكانت هتخبط في القايم وتطلع، وكانت هتبقى يعني ليله كحلي علينا. بس هو ربك ستر وسلم، ومبروك لمنتخب مصر التعادل مع موزمبيق المتواضع. وعندك واحد اتبطح، وما اعرفش مين اتصاب، وما اعرفش مين لسه ما جاش. يعني لا انا مش مبسوط خالص، يعني ومش متفائل. حسيتها كده من الاول ان هي مش تفاؤل، يعني فاهم، ما اعرفش. ولكن ربنا يستر ويلطف، ويمكن من رحم المعاناة تتولد الإنجازات، ولكن واضح إن الطريق مش متسفلت صح.
ده كان ملخص لقاء منتخب مصر مع موزمبيق المحترم اللي عملوا النهارده نقطه تاريخيه في تاريخهم. محدش يقول لي لعبوا بعنف او ضيعوا وقت، حقهم على فكره، ده مشروع في الكوره احنا عارفين كده. هو لعب بعنف مشروع، ما هواش عنف يعني. حتى كره حجازي هو الراجل يا دوب بظهره لمس احمد حجازي يعني. لكن تحيه كبيره جدا لمصطفى محمد، لان فعلا الراجل ده، اللعيب ده يا جماعه فيرويد مش هيجي في مصر تاني والله. هنقعد فتره لحد ما يجي لنا مصطفى محمد ده، بس محتاج حد بقى يشغله، ما هو مش هينزل يعمل كل حاجه الراجل لوحده. الكره الجون الاولاني اصلا خبطت في رجل صلاح، والراجل في نص سنتي لم وحط وفكر، وجميل قوي يا مصطفى، هايل. البيلن هو راح جابها، ده حياة الكوره اصلا، دي كوره ميته. ما علينا، نتمنى يكون اللي جاي احسن ان شاء الله، ويكون كلامنا غلط، ونتمنى نعمل مباراه قدام غانا نخرج باقل الخسائر يعني، على الاقل ان شاء الله ما نتغلبش، فنبقى لسه عندنا حظوظ ان احنا نروح لكاب فيردي واحنا عندنا امل ان احنا نكسب، ما يبقاش موقفنا في المجموعه متوقف على فرق تانية، وبالتالي ندخل في حسبه البرما اللي احنا عارفينها. والا بقى ربنا يستر يكون الاخ مدرب ليفربول ده يورجن كلوب ما يكونش بقى مبروك ودعوته واصله للسما، لانه الاسبوع اللي فات قال لك اتمنى خروج محمد صلاح من الدور الاول، ربنا يستر يعني. كنت كانت ليله القدر بقى ولا ايه، ما اعرفش، دعا في الكريسماس ولا ايه اللي حصل، فالموضوع طلع وشكلنا هنسمع قريب يعني، ربنا يستر يعني. ما علينا، ان شاء الله اللي جاي احسن لمنتخب مصر، وخلي عندنا امل، وان كنت مش متفائل يعني 50-50، بس نتمنى ان شاء الله ان الدنيا تبقى احسن في المباريات الجايه، ونقدر نعدي ونقدر نثبت نفسنا ونظبط التشكيل، لان التشكيل في البطولات دي ما فيهوش مجاملات ولا فيه توازنات. دمتم سالمين، تصبحوا على خير.